وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون السلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة. أنا ودي تتركون من هذه الأشياء، أنا ودي تتركون من تعيين المدينة وتعيين فلان وفلان. أهل المدينة كما سميتموه أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم طلبة علم، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد كما ذكرت لك. ينظرون الكلام بنفسه في الصفحة والجزء والسطر، ارجعوا إلى ما نقلوا، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خير، ما نرضى بالكذب. راجعوا كتبهم، انقذوها، هاتوا لي نقل واحد كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا نحكم على هذا. أما إننا نقول للناس يسكتوا ويتركوا الباطل ولا تردون عليه ولا تبينون، هذا ما هو صحيح، هذا كتمان. الله جل وعلا يقول: فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمون. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات ونفسه ونخلي الناس يهينون، لا، هذا لا يجوز أبدا. يجب نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم.